يسعد صباحكم يا أحلى متابعين. الله ينور صباحكم بأنوار النبي ويجعل صباحكم هنا وطمأنينة ورزق من رب العالمين. ويا صباح النية الطيبة والكلمات الحلوة، وأنا بحاجة الكلمة الحلوة هلأ. أنا اليوم حابة أشارككم يومي اللي كان قبل بيوم مبلش بزعل، واليوم حابة أقلبه كلياته شغل وطاقة، وما لازم استسلم للزعل. لازم يعني كل إنسان يخلق شي لنفسه جديد كرمال هو ما يضل لا زعلان ولا حزين. فهون والله يا بنات قمت مشيت بناتي على المدرسة، الكبار تيسروا الله يا رب ييسر لهم، ووصلت بنتي مايا على المدرسة الله يحميهم إلهي ويخلي لكم أولادكم. ورجعت عملت فنجان قهوة وحطيت هالبسكوتين 3 الصغار. قلت كرمال إذا سرقني الوقت كون يعني آكلت لي شي شغلة. وهون أنا وعم بشرب القهوة تذكرت انه قبل بكم يوم كنت جايبة مشمش، وكنت ناوية اعمل مربى مشمش، يعني مو قبل بيوم اللي قبله كنت جايبتهم. فكنت على اساس انه بعد ما ارجع من المشوار اللي زعلني انه اعملهم، فهيك كنت جاي زعلانة ما عملتهم. وهلأ هون في عندي كليين مش عم بغسلهم، وهلأ بدي احكي لكم هيك مقتطفات من القصة. والله يا بنات أنا كنت ناوية أنزل على سوريا التقى مع أهلي، آه وصعبت الظروف إنه ما زبطت، ويعني كنت حاطة احتمال 99% إنه هاي السنة لازم التقى بأهلي. وسبحانك يا رب يعني لعله خير، الحمد لله شو ما بيجي من عند رب العالمين بنشوفه حلو، والله يا رب يرضينا دائما. هلأ هو كل إنسان بيزعل أكيد، خاصة ببدايتها، بس بعدين بشوف الجانب اللي هو حلو من عند رب العالمين وبسلم أمره لرب العالمين. فهون ما زبطت الإقامة تبعيت بنتي يعني بدنا نجدد لها إقامتها، ودائرة الهجرة اللي هون عندي إياها كتير غليظة، يعني بدها موعد، والموعد بطول له شي 10 أشهر 8 أشهر، تخيلوا بنات. فهلأ هون برجع بحكي لكم على القصة. هلأ هون غسلت المشماش ولقيت الشمس طالعة، يا لطيف شو كانت يوميتها الشمس حلوة. فهون حطيت قطعة قماش وقلت لازم انه احطهم بالشمس كرمال ينشفوا، وما لازم يضل فيهم ولا نقطة مي. فهون والله يا بنات رحت قبل بيوم وحاولت معهم انه انا مضطرة اسافر وكذا، ولازم اعمل الاقامة لبنتي وبدي اسافر. فبتقلي الموظفة انه بكل براتة قالت لي انه بلا ما تسافري، انه بلا ما تسافري عادي يعني. فوالله هون هيك رجعت كئيبة وزعلانة، ووقت قلت لهم لبناتي الكبار يا لطيف شو زعلوا وشو صاروا يبكوا، وأنا والله يعني أكتر شي كنت حابة غير عن لقائي مع أمي وإخواتي، هذا يعني شي لحال، والشي اللي أكبر إنه زعجني هو زعل بناتي، لأنه يعني كنت وعدتهم إنه بإذن الله خلص هاي السنة رايحين لحنا إنه مجددين الجوازات وكل أمورنا تمام وكذا إن شاء الله، فحنروح إن شاء الله. فوقت اجوا من المدرسة وخبرتهم يا لطيف شو زعلوا وشو انقهروا وشو بكيوا. يعني هن تقريبا لهم بناتي 9 سنين مو شايفين ستهم واخوالهم خالاتهم، يعني كل معارفهم قرايبينهم ان هيك 9 سنين هن مو نازلين. انا بس نزلت من قبل بكم سنة شغلت 10 ايام، شفت ماما هيك كانت شوي تعبانة، شفت ماما ورجعت. فهون خلينا نرجع شوي بس لمربى المشموش. هلا هون كل ما هيك اتفقش شوي بحط فوقه سكر، كل ما بعمل طبقة بحط معها طبقة سكر. بنات بالنسبة للمشموش كل كيلو بده نص كيلو سكر، فهون أنا عندي كيلين مشموش بدي كيلو سكر. وبالنسبة للبزر أنا يعني بحبه الصراحة، فبخليته على جنب، وهلأ بحكي لكم شو صار فيني فيه. وهون بهالأثناء أنا وعم بعمل مربى المشموش اجتني مكالمة من ماما، فعطتني النصائح، وهلا هدول النصائح كلاتهم رح اذكركم ياهون. ايام بنات مثلا ممكن نتفرج على فيديو نقول ايه بنعرف نحن هاي الاكله نعملها، بس صدقا يعني ايام الواحد بينسى، وخاصه يعني شلون بدي لكم من ضغط الحياه فعلا الواحد بينسى. فهون ذكرتني بشغلات صدقا انه انا كنت نسيانتها، الله يا رب يعطيها العافيه ويقويها الهي. فهلا هون بالنسبة للنصيحة الأولى للمشمش لازم يكون ناشف تماما، ما في ولا نقطة مي.
يعني في ناس يعني بتعمله للمربى بتحط معه مي. انا بستغرب هي شلون بيزبط معهم، لانه انا بشوفه بيتحول هو بقلب الأطرميس لمثل حبيبات سكر، وهذا الشيء يعني انه بيكون من بداية صنعنا للمربى انه غلط. فهلا هون انا حخلص الكمية تقريبا، وصدقا هن ناشفين ما ضل فيهم ولا نقطة مي. هلا بعد ما بيخلصوا معي بدي اخذهم وحطهم بالشمس. بس يعني هيك شغلة تساعد زمان، لحنا الشمس هلا هون بقلب البيت ما كتير فايتة قوية، فما فيني انتظر عليهم يوم ويومين، لانه ما بتتخيلوا البلد هون ما ببخوها. يعني هلا انا بتذكر ببلادنا كانوا كل صيفية تجي مرتين ثلاثة سيارة المبيدات الحشرية كرمال انه ما تزيد الحشرات بالجو. هلا هون لا. فانا صدقا ما فيني ولا بسترجي ترك شيء انه مكشف ولو دقيقة. فهون بتصدقوا بنات، كنت القهوة ماني مخلصتها، حاططها وقاعدة قدامهم، خايفة عليهم من أي حشرة ولا من أي شيء تفوت فيهم مثلا. هلا هو الحمد لله نظافة، ألف الحمد لله وكذا، بس يعني الحذر واجب. فهون نزلتهم بالطنجرة وشغلت الغاز على الواطي. يعني تقريبا أنا عندي إياه إنه أوطى شي واحد، لا حطيته على ثلاثة. هلا النصيحة الثانية إنه ما بدنا نقوي، لأنه إذا قويناه بفور، وإذا فار يعني مصيبة، لا سمح الله إن شاء الله ما بتشوفوا مصايب إلهي. فهون كتر ما أمي تخوفني إنه بفور وكذا، فرحت حطيته بأكبر طنجرة عندي. قلت مشان إذا لا سمح الله نسيته. ما بتتخيلوا بنات، صايرة الزهايمر مو طبيعية. يعني أنا بكون على أساس مسكرة تحت الطبخة، برجع بلاقيها احترقت. كتير صاير فيني هي النسيان ولا عدم التركيز، الصراحة كتير عم بنزعج من نفسي فيها. بس بنقول يلا معلش انه من ضغط الحياة. هلا النصيحة الثالثة، شايفين هدول اللي بيفوروا واللي بتطلع هيك مثل فقاعات بيض، هدول كلاتهم لازم نسحبهم، لانه غير مستغاث منظرهم. وايام بيسكر الأطرميز المربى. يعني شلون بيسكر؟ بيتحول المربى بقلبه لحبيبات مثل السكر، وصراحة بعد بيطلع طيب. فهلا شايفين كيف عاملاها، كل نقطة هيك بتطلع بيضة بحاول انه دغري شيلها، بحيث يصير معي اياه لون القطر صافي تماما. شايفين كيف بنات؟ هلا هون وصل لمرحلة الغليان، فعم تطلع كل شي فقاعات بيضة منه. فهون كلياتها سحبتها رديت لحد ما شفت انه القطر صار صافي تماما. هون طفيت الغاز وشفتها طبعا استوت. بس في بنات انا نسيت لكم على شيء، حطيت بقلب الطنجرة كمان نص معلقة ملح الليمون، طبعا معلقة صغيرة مو معلقة طعام. هلا هي انتم شفتوها بالفيديو بس انا نسيت اذكرها. شايفين كيف زهايمر؟ والله زهايمر، يلا الحمد لله. شايفين كيف بنات؟ هلا بس لحتى صارت صافية تماما وتأكدت انه صارت الحبة مستوية تقريبا. هلا هذا الشيء اخذ معي وقت على الغاز شي ساعة ونص تقريبا يعني. وبعد هالوقت شايفين كيف بنات؟ صار مستوي عندي المربى وصار جاهز، وساحبين منه كل هدول الفوران الابيض. هلا هون بدنا جاط او بدنا صينية او اي شيء نحطه بالشمس. بس يعني شلون بدي اقول لكم، انه انا هذا المكان عندي اياه محدود، فما عندي برندا ولا عندي حديقه. فهون حطيتهم جات البيركس وحطيتهم على الشباك. هلا المكان الشباك عندي اياه شوي عريض، بس ما بأمن خليه بدون ما احط قطعه قماش ولا شيء. وهلا بحكي لكم شو صار فيني. آه يعني المساء بعد ما حطيته وكنت مغلفته بالقطعة القماش، فزوجي بيقول لي تعالي شوفي المطر عم تنزل، لحقي المربى. فهون دخلته للمربى وخليته جوا. هلا هون بهالاثناء هي دق لي زوجي وقال لي انه بنتي كنتي قبل بيوم حابه تروحي تجيبي حليب، حابه تعملي جبنه، شو رايك؟ قلت له ايه تمام. انا هلا بس رح اطبخ للبنات على السريع مشان اذا اجوا من المدرسه يلاقوا الغدا جاهز. فهون والله يا بنات فكرت يعني بطبخة تكون سريعة وبحبوها البنات، بحبوها العيلة كلياتها. فتذكرت انه هن بحبوا هي المعكرونة اللي بدي فرجيكم اياها، وفرجيكم طريقتها كتير طيبة بنات، صدقا طيبة كتير.
وحتى زوجي بيحبها، فقلت لحالي انه خفيفة وسهلة وسريعة، ويعني مكوناتها كلياتها عندي، فلازم هي اعمل لهم اياها. فهون يعني خاصة انه بدي اطلع من البيت فما في عندي وقت، فقلت لحالي خليني بلش بالطبخة على بكير. تقريبا هون الساعة 1 وباقي ساعة لحتى تطلع بنتي من المدرسة، وتقريبا زوجي بده شي ساعة ساعة ونص لحتى يصير بالبيت. آه، فمشان يتغدى ونتيسر نروح على مزرعة البقر، مزرعة الحليب، مزرعة اللي بدكن يا انتو سموها. هلا انا بناتي لانه شو بسموها مزرعة البقر، ما بدنا نروح على مزرعة البقر، ما بدنا نروح على مزرعة البقرات الحلوين. فهون والله المعكرونة حطيت فوقها مي سخنة وخليتها لحتى طبعا تستوي. حطيت فوقها زيت نباتي ورشة ملح. بتعرفوا هلا هيك بهالحالة هي بتفرفد عن بعضها وبتطلع كل حبة واختها. وهون بعد ما استوت طبعا بدنا نفتح عليها المي الباردة، لأنه بينات هلا ما نعمل شي تاني مشان ما تجبد على بعضها وتطلع قطعة واحدة. فهلا هون والله يا بنات بدي فرجيكم طريقتي بعمل المعكرونة. هي ما بعرف شو إلها تسمية، لأنه هي يعني الصراحة إنه اختراعاتي، فسموها انتوا اللي بدكم اياه. ممكن تسموها معكرونة هنو ام البنات، اوكي حلو هي. فهلا هون كنت مقشرة بصل، قطعة بصل يا ربي عفوا منكم، وكمان هارسة ثوم. هلا ما بعرف انا ليش هيك الاضاءة، هلا انتبهت لها انه هيك الاضاءة والله. يلا هلا سامحونا بنعدل ان شاء الله. هلا هون بدي اقلل البصل والثوم مع بعض وخليهم تقريبا لحتى يستووا. بدي انزل فوقهم الدجاج. هلا الدجاج مقطعته بشكل مربعات، بس ما مربعات يعني كبيرة، مربعات انه وسطية تقريبا. هلا هون بدي اقلبهم مع البصل والثوم وخليهم تقريبا لحتى يتحول لون الدجاج من زهر لابيض. هلا هيك بهالحالة هي بتكون انسحبت كل المي منهم و... وصارت معي جاهزة. كرمال إذا حطيت البابريكا تضل محافظة على شكلها وعلى طعمتها وعلى الفوائد اللي فيها، وما تروح الفوائد اللي موجودة فيها البابريكا. هلا الصراحة أنا البابريكا بحاول قدر المستطاع ما تطلع معي إنه شلون بنات بدي لكم طرية، لا تضل محافظة على قوامها وبنفس الوقت تستوي. شو هو السر بهالحالة هي؟ انه ما ننزلها فوق مثلا الدجاج ولا البصل ولا يعني مع اي شيء، ما ننزلها فيها سوائل، ننزلها بس انه على تشويحة زيت. فهلا هون بستنى لحتى الدجاج ينسحب كل ميته، تبقى بدي نزل البابريكا. فهلا هون انتو بالنسبة لهي الاكلة يعني بتحطوا البهارات اللي انتم بدكم اياها. انا بالنسبه لي حطيت ملح وسبع بهارات، وحطيت بهارات الماجي. هدول بهارات الماجي هن اللي ضاربين لونهم على اصفر. فبهالاثناء هي صار الوقت المناسب لحتى انزل البابريكا على الدجاج وعلى البصل. نزلتهم وقلبتهم تقليبتين. وبنات اهم شيء كمان ما نغطي الطنجره مشان البابريكا تضلها محافظه على شكلها. طبعا يعني احنا ما بس بهمنا الشكل، كمان بهمنا الفوائد. وكل ما استوت البابريكا كل ما راحت الفوائد منها. فهلا هون كمان في عندي هذا الفطر المعلب حطيته فوقه. والله يا بنات انا ما بحب الفطر الفريش، فيمكن شي وحدة من بيناتكم تقلي انت بتستخدمي على طول الفطر المعلب، بس انا ما بعرف ليش هيك طبعي، انه بحب المعلب بس ما بحبه للفريش. وهلا هون حطيت كريمة طعام ومن بعدها بدي نزل تقريبا يا معلقة يا معلقتين دبس بندورة، انتو اللي حابينه. وهلا بخلطهم كلياتهم مع بعض وبخليهم يتسبكوا كمان تقريبا شي 5 دقايق مشان كلياتهم ياخدوا من النكهات من بعض وتصيروا كلياتهم خليط واحد يعني وروح واحدة. بهالأثناء هاي بدي كمان ضيف لهم شغلة كتير طيبة. شايفين كيف تسبكوا بنات وصاروا يعني ضاربين على لون بردقاني. هلا هون بدي انزل المعكرونة اللي سلقتها. هلا هي كتير انا بحبوها بناتي الصراحة، والصراحة كمان امهم بتحبها. انا بلاقيها هي يعني ما بتحسي حالك انه متقلة، يعني بلاقيها خفيفة على المعدة الصراحة.
هلا هون بعد ما قلبتها كم تقليبة بخليهم هيك تقريبا يغلوا غلوتين ما أكتر، لأنه صار كل شي مستوي وكل شي جاهز. بس هلأ هون بدي حط معاه جبنة البرميزان، وجبنة البرميزان بتعطيها نكهة خرافية، صدقا خرافية. فهون بقلبها تقليبتين، وطبعا تقليبتين بس مشان ياخدوا النكهات من بعض. بس انا هون طفيت الغاز، عرفتوا كيف بنات؟ جبنة البرميزان ما يعني ما خرجت تتعرض للحرارة ولا بتصير طيبة الصراحة، لانه انا ما بدي اياها لا تشط ولا تمط، هي ما بتشط يعني. خاصة هي الناعمة. بس انا اللي بدي اياه انه اخذ الفائدة منها. هلا هون سكبتهم بهالبيركس، وشايفين على بتحسوا يعني قدامكم هيك لوحة فنية كلياتها ألوان وعن جد بتشهي. وهون حبيت زين وجهها بجبنة البرميزان. شايفين شو طلع الشكل لذيذ؟ عن جد لذيذ والله، اشتهيتكم كلياتكم. هلا قلولي بهذا جات البيركس اللي عملته، اللي كلياته ألوان وبشهي ومدري شو، مو بنسي الواحد شوي همه؟ بنسي شوي بس ما بنسي المشكلة كلياتها. فالحمد لله يا رب. بس يعني انه انا عم حاول كرمال انه الواحد يقول لحاله انه يلا الحمد لله، انه اذا ما هلا رب العالمين عطانا اياها، يمكن السنه الجاي، يمكن بعد شهر، يمكن بعد شهرين، ما بنعرف شو رب العالمين كاتب معنا. الحمد لله. والواحد حلو يصبر حاله دائما. فهنا يا بنات تغدينا وأمنت على العيلة، وقال لي زوجي قومي البسي كرمال نروح. وهلأ بدي أخذكم معي هذا المشوار، عن جد مشوار هو أنا كتير بحبه. بناتي كتير بينبسطوا فيه، بيقعدوا بيلعبوا مع البقرات، و يعني هيك بينبسطوا فيه هذا المشوار. وأنا بيني وبينكم كمان بنبسط، بحس حالي هيك رجعت كأني طفلة صغيرة، مدري شلون، هيك أيام الطفولة حلوة ما بتنسى. فهون قلت لحالي بدي أصوركم هالأجواء هي. ما شاء الله الشمس شو حلوة، والأشجار كلياتها يعني تاخد العقل. فهلأ هون نحن على الطريق السريع، الله يا رب يحميكم ويحمينا جميع، إلهي يا رب. أنا لهلأتني خوفة كتير، بخاف من الطرقات السريعة. بقول لحالي يعني ولا شو هالطرقات السريعة، أنا بحب هيك السواقة الخفيفة، بحب الطرقات النعومة، خلاص يعني إنه ما بحب كتير السرعة. فشي بعرفني، كل واحد بحب شي. هلأ في بنات كتير بيحبوا إنه السرعة، وبيقولوا لك لا انه نحن بنحب السرعه. هلا ما تواخذوني بنات، ليك والله قد ما بننظف للسياره، تاني يوم بننزل بنلاقيها من وين جايه الوسخ ما بعرف. بس شوفوا معي هالمشوار الحلو، يعني انتم ما تدقوا مثلا انه ما ممسوح البلور منيح، والله لانه يمكن ماني يعني صدقا انه ماني متذكره اي يوم، بس انه كانت تنظيف السياره بس من وراء الجو. بتصدقوا بنات كل ما بناخذ السياره على التنظيف اليوم بننظفها وبنحط عليها هديك مثل ما بيقولوا قريب 50 يورو كرمال تنظيفتها. فبنطلع شو بقول لجوزي الله يجيرنا من نزلة مطر، لسه ما بكون مكملة كلمتي بنلاقي الدنيا ضبضبت، بقول لي خلينا نروح نصفى قبل ما هذا. بقول له يعني إذا صفيناها إنه ما تنزل عليها المطر، رح تنزل عليها المطر. وانتم بنات اكتبوا لي بالتعليقات اللي ساكن بألمانيا، وخاصة جماعة النورد راين فيستفالين، شو حاطين ببالكم تعملوا بالصيفية؟ وين حابين تروحوا؟ وين حابين تجوا؟ يلي قاعد انه بقلب ألمانيا وما ناوي يطلع هاي السنة، لأنه للأمانة كحدايق مسابح كل هدول والله يعني ملينا منهم. وحابين يعني انه هيك نروح شي مشوار، انه حتى لو كان مثلا منامة شغلة كم يوم، انه نغير عن حالنا. هلا بالفيديو القادم بإذن الله بخبركم وين بدي انه اروح. بس انتو كمان اكتبوا لي بالتعليقات وين بدنا نروح، وين بدنا نجي، وين كذا، كرمال ناخد افكار من بعض. وقلت لحالي لكم هذا التعليق قبل ما تاخدني الحال، والتهي بشرحي عن الجبنة. وعن جد خليكم معي بشرح الجبنة، لأنه فعلا فيها فوائد كتير حلوة، وممكن انه تصيروا تستغنوا عن شراء من برا. وانا واحدة من الناس ما بشتريها من برا الصراحة، انا كل شي بعمله على ايدي. يا رب الله يقوينا يا رب، ونطعمي اولادنا اللقمة الطيبة والحنونة واللقمة الحلال، الهي يا رب. شوفوا لي ما احلاهن هدول، والله شوفوا ما احلاهن. فهون بنات دخلنا نشتري الحليب. شايفين كيف بهالأنابيب هي موصول الحليب؟ سبحان الله. فهلا هون أخذنا الحليب وحطينا إياهم بالسطل. تقريبا أنا أخذت 3 من هذا السطل، حاطت فيه هو 10 لتر. كل 10 لتر حاطتهم لحال، لأنه ما في أكبر من هيك. فهلا هون بطريقنا للرجعة،
وعن جد الطريق كان كتير حلو وممتع، كلياته شجر وخضار، والله يجعل كل أيامكم ورود وزهور إلهي. وأنا بتمنى تضلكم معي لآخر الفيديو كرمال تشوفوا شغلي بالجبنة وقديش طلعت لذيذة. وبنات ما تفكروا شغل الجبنة صعب، بالعكس كتير كتير سهل والصراحة ممتع. وقت كنت صغيرة أنا كنت أقول لحالي يا الله شلون هي بيعملوها للجبنة، والله بدها معامل، والله بدها شي، والله بدها. طلع كل شي بينعمل بالبيت، صدقا كل شي بينعمل بالبيت. والصراحة بالبيت انت بتعرفي درجة التعقيم اللي موصلتيها لبيتك، درجة النظافة. هلا طبعا كل شيء نظيف وهذا، بس يعني في معامل درجة نظافتهم تختلف عن الآخر، هي كلياتنا بنتفق عليها. وخاصة يوم الأم بتكون مقدمة بإيدها، فهي عم تقدم لأولادها أفضل شيء وأطيب شيء ويعني انتوا كلاتكم أمهات وبتعرفوا كيف انه بنحاول قدر المستطاع ما ندخل لأولادنا أي شيء مثلا ما صحي. فهون نحن على وشك يعني نوصل على البيت، فقلت الحمد لله انه مغدية العيلة وجالية الجليات، طبعا مو جاليتهم حاطتهم بالجلاية، بس يلا انه مهم المطبخ نظيف. فهون وقت بكون المطبخ نظيف انت طالعة من البيت انه بترتاح الوحدة نفسيا، خلص بتقول انه كل شيء نظيف. هلا يعني بس البنات بيغيروا ثيابهم، لانه صراحة بهذا المشوار البنات ما بيخلونا نروح لحالنا. هلا هو في جنبه مزرعة فريز وهيك، بس هي السنة ما فاتحينها. فهلأ هون بنات عملت كل وجبة لحال، فأخذوا معي وقت لأنه ما عندي كتير طناجر كبار، هي عندي إياها أكبر طنجرة، فاضطريت إنه خلص قسم وأعمل قسم، خلص قسم وأعمل قسم. فهلأ أنا فرجيكم بس قسم واحد طبعا. هلأ هون نزلت 10 لتر وبدي أحطه على الغاز، بس بنات خلينا ما نقوي الغاز عليه كرمال من تحت ما يلدع الحليب. هلا اهم شيء نحن ما بدنا الحليب يغلي، بدنا نحط اصبعتنا لحتى نشوف درجة الحرارة بتتحمل اصبعتنا، تبقى هون بنطفي الغاز وبنحط معلقة منفحة، يعني بمقدار معلقة طعام كاملة بنحطها، بس هيك بنحركها تحريكة صغيرة، وبعدها بنغطي الطنجرة، بنغطيها تقريبا ساعة مو أكتر. ومن بعدها بدنا نفتح الطنجرة، وشايفين كيف بنات المي دغري فصلت عن الحليب وصارت كتلة وحدة. هلا هون بدي اجيب السكين وبدي اقطعها بهالشكل هذا. هلا ليك يعني كمان فينا انه ما نقطعها، بس ما بعرف انه هي انا طريقتي المعتمده. هلا هون بنقطعها وبنغطيها تقريبا كمان نص ساعه كرمال كل حبه انه تفرفد عن الثانيه. هلا هون جبت هي مصفايه وحطيت بقلبها قطعه قماش، وبدي انزل كل قطع الجبنه، وطبعا بدنا نصفيها تماما من المي. هلا بهالاثناء هي بعد ما نزلتهم كاملين بمسك القطعة القماش وبعصرهم، وبعدين بطب فوقهم شي شغلة. هلا هون انا لقيت وسيلة انه عبي طنجرة وحطها فوقها، وبخليه لتاني يوم، يفضل 8 ساعات نتركها كرمال انه كل هاي المي تفصل. فهلا هون بنات بزر المشمش قلت لحالي دوبني هيك هلا يعني متفضية شوي، خليني طقطقهم كلياتهم وطالعهم وبحطهم بقلب المشمش. فهون بعد ما طقطقتهم وكانت الطاولة رح تنكسر، لأنه شوفوا كمان المجال اللي احنا عنا إياها خشب، فما بتتحمل طقطقة كتير. فقسم هون عملته، وقسم كمان أخدته على الشباك. حتى الشباك عندي أنا انكسر والله من ورا هي الشغلة، لأنه كل شغلي أنا على الشباك لأنه رخامة، بس أما الخشب والله ما بيتحمل بنات. فهلا هون كلياتهم فصفصتهم وطالعت منهم البزر ومتحمسة، يعني رايحة بدي احطهم فوق المشماش، وإذ هون بتجيني مكالمة من ماما بتقلي دوقيهم قبل ما تحطيهم. فطلعت هيك ولا طلعوا مرين، قلت منيح لي ما حطيتهم. فهي باليوم الثاني هذا التصوير هون بنات فضيتهم بالقطرميزات، قلت لازم استنى الفيديو ما نزله غير لحتى يصير جاهز عندي المشمش. فهلا هون فضيته كلياته بالقطرميزات، وشوفوا على هاللون والله كيف. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم لونه، اكيد عجبكم. فهلا هون بعد ما فضيته حطيته بالقطرميزات. وبنات اهم شيء ما بدنا نحطه بعدين بالشمس. هلا انا صح صورت لكم اياه انه قريب على الشمس، بس بعدين بدنا نحطه بمكان ما فيه لا شمس ولا رطوبه، لأنه بمكان الشمس وخاصة هو مسكر الأطرميز ممكن يعرق الأطرميز ويصير ينزل مثل ندات المي، وهي ندات المي كمان بتخلي
يطلع فيه بقلبه مثل الحبيبات السكر. فكمان هي نصيحة ضيفوها للنصائح وقت حكينا عن المربى. فهون سكرتهم كلياتهم واخذتهم حطيتهم بمكان انه ما فيه شمس. وهلا هذا هو الشكل النهائي، وبدي فرجيكم كيف طلعت معي الجبنة بعد ما كبستها تقريبا 8 ساعات. شايفين كيف بنات طلعت قالب واحد بتاخد العقل. هلا بدي فرجيكم اللي احنا وعم نغليها كمان. هلا هون بدي احط قطعة الجبنة وبدي ملحها تقريبا، انتو على حسب ما بتحبوا، بس يعني ما تكتروا كتير ملح، بتعرفون الملح والله شوي مضر. فهلا هون بعد ما بملحها من على الوجهين. هلا شوفوا بنات، اذا انتو حابين تاخدوا منها قسم مشان النابلسية فينكم تاخدوا قسم منها قبل، يعني قبل ما تحطوا عليها الملح، بس طبعا بدنا نغليها. هلا هون بدي اجيب سكينة واقطعها ومن بعدها بدي اروح اغليها. هلا بالنسبة لغليها في ناس بتحط بقلب المي يا مستكة يا حلبة او 2 سوا، بس انا الصراحة ما بحط لا هي ولا هي، لانه اللي احنا بنحبها انه طعمتها هيك خالية من اي شيء صراحة. فشوفوا لي على هالشكل كيف بنات، بالله اكتبوا لي بالتعليقات، ويا ريت كلياتكم عن جد تكملوا الفيديو للاخر، لعن جد ممتع. فهلا بدي انزل المي اللي اخذتها وقت صفينا الجبنة. هلا هي انا ما استغنيت عنها، بدي اغليها وبدي اغلي فيها الجبنة. هلا في كمان خيار تاني بنات، اذا نسيتوا وانكبت معكم المي وما حسنتوا تاخدوها، في خيار تاني انكم تغلوا مي عادية وتحطوا بقلبها ملح، انتوا على حسب. هلا انا هون ما ضفت ملح لانه حسيت انه كترت ملح انا وعم ملح قطع الجبنة. فهون انا وعم حط الجبنة لقيت انه مستوى المي طلع شوي عالي، فنزلت شوي منه، قلت مشان احط مع جبنة. فشايفين كيف نزل شوي المستوى. هلا هون يا بنات ضروري انه الجبنة تقلب معنا، تقلب المي معنا، كرمال تكون مغلية بشكل صحيح. يعني إذا حدا من أولادكم فتح البراد وأخذ قطعة جبنة أنتم ما نكون منتبهين، ما يكون في عندكم تخوف إنه الجبنة معنا مغلية تمام. لازم هي المي تقلب معنا كذا قلبة ونشيلها بعدين. هلا بعد ما بنحطها بهذا الصحن، فينكم هي المي اللي غليتوها لحتى تبرد تحطوها بقطرميز وتنزلوا بقلب الجبنة. فهلا هيك صارت جاهزة معي الجبنة وطلعت غير شكل. نزلت بقلب القطرميز المي وبعدها نزلت قطع الجبنة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من دعمكم كتير بهمني. كتير حابة تكتبوا لي تعليقات حلوة، كتير حابة ترفعوا من معنوياتي وتصبروني، وأنا صبركم، وأنتوا يعني فعلا صرتوا أصدقائي، ويا ريت يكتروا هالأصدقاء وتكبر هالعيلة. وهلأ صار لازم أختم الفيديو وإلكم باي باي حبايب قلبي.